ربنا يعينكم على حالكم وتشكر ما نحرمش. الله، ده كوميديان المنطقة بقى. بينافسوا بعض على الترند والموضوع هيقلب خناقة ما بينهم، كل واحد فيهم شايف نفسه نمبر 1 ومسلسله هو مسلسل الشارع. ايه اللي بيحصل ما بين احمد العوضي ومحمد امام؟ منافسة قوية شهدها النص التاني من رمضان ما بين مسلسل حق عرب للفنان احمد العوضي ومسلسل كوبرا للفنان محمد امام، خاصة ان المسلسلين بقوا من مسلسلات الشارع اللي بيستناها الجمهور كل يوم ومتشوقين لاحداثها. لكن الغريبة ان المنافسة ما بينهم قلبت لتلقيح كلام بطريقة غير مباشرة، وكل واحد فيهم بقى عايز يكون الترند الحقيقي للسوشيال ميديا. فترى ايه الحكاية وايه اللي حصل ما بينهم؟ البداية كانت مع طرح مسلسل حق عرب مع اول ايام رمضان علشان يكون منافس قوي للمسلسلات فئة ال30 حلقة، خاصة انها لبطل جماهيري وليه شعبية كبيرة زي الفنان احمد العوضي، فقدر يكون المسلسل الاول اللي بيتابعه جمهور كل يوم وبيستناه حلقة حلقة علشان يعرفوا الاحداث، خاصة ان المسلسل بيخلي الجمهور على اعصابه. ده غير الثنائية اللي عملها العوضي مع الفنان رياض الخولي كأب وابنه ما يعرفوش حقيقة الصلة اللي ما بينهم، والصراع اللي بيدور ما بينهم من معلم والصبي بتاعه، الاتنين اعداء واقفين ند لند لبعض. طبعا النجاح الكبير للمسلسل خلى كل حلقة تقريبا من حق عرب تتحول لترند رقم 1 على السوشيال ميديا، خاصة ان العوضي بيعلن عن الاسئلة الخاصة بالمسلسل بعد ما الحلقة بتخلص على طول، وده اللي بيخلي فيه تفاعل كبير من الجمهور على الحلقة اول ما تتعرض. مش بس كده، كمان العوضي دايما بيشارك تفاعل الجمهور مع المسلسل سواء على تيك توك او الفيسبوك، ومنها صور للقهاوي وهي بتعرض مسلسل حق عرب والكل قاعد بيتابعه ويتفرج عليه. فالمتابعين في تعليقاتهم على مسلسل حق عرب اقوى مسلسل رمضان السنه دي، احمد العوضي مجتهد جدا جدا وكل رمضان بتثبت انك احسن ممثل في مصر بلا منازع. بجد شابوه احمد العوضي وربنا يكرمك، انت احسن ممثل في مصر والوطن العربي. ومع النجاح الكبير اللي استمر حق عرب في تحقيقه في السباق الرمضاني، اتفاجئ الجمهور بصدور مسلسل كوبرا للفنان محمد امام للنص التاني من رمضان، وده لان عدده 15 حلقه فما تعرضش من اول يوم. لكن اللي لاحظه الجمهور ان نوعيه مسلسل محمد امام نفس فئه مسلسل حق عرب، هو الفئه الشعبيه اللي الجمهور بيحب يتفرج عليها، خاصه ان محمد امام عامل ثنائي كويس جدا مع مطرب المهرجانات كزبره وبيحاول ينوع فيه ما بين الكوميدي والاكشن. المفاجاه ان محمد امام بدا يغير من نجاح مسلسل حق عرب للعوضي، خاصه انه واخد الصيت والترند كله، كل حلقه تقريبا بتكون ترند. فنشر محمد امام صوره من قهوه وهي مشغله مسلسل كوبرا والناس قاعده بتتابع المسلسل وعلق عليها وقال الترند الحقيقي. واستغرب الجمهور من رد فعل محمد امام لانه كان واضح جدا انه بيقلد احمد العوضي وبيعمل زيه لما بينشر صور للجمهور وبيتابع مسلسل حق عرب، وحسوا ان في منافسه غير مباشره ما بين العوضي ومحمد امام، خاصه ان المسلسلين من نفس الفئه، لكن كل واحد فيهم بيحاول يوجه الكلام للتاني بطريقه غير مباشره، وكل واحد فيهم شايف نفسه ترند رقم 1 ومفيش زيه 2. فيا ترى بعد البوست اللي نشره محمد امام العوضي هيرد عليه ولا هيتجاهل كلام محمد امام ويستمر في تفاعله مع جمهور مسلسل حق عرب؟